ازيكم؟ عنوان قصتنا النهارده الصينية خربت بيتي، واللي حصلت بالفعل في مصر عندما قام احد رجال الاعمال بالزواج من فتاة صينية بعد اعجابه بها من خلال تعامله في مجال الاستيراد من الصين، حيث انها كانت شغالة مترجمة من اللغة العربية للصينية والعكس. رجل الاعمال كان بينزل الصين باستمرار لعقد الصفقات وشراء احتياجات شركته، فطبعا كان بيحتاج لمترجم يكون وسيط بينه وبين الشركات اللي بيستورد منها. حد رشح له البنت دي وقال له انها شاطرة جدا وامينة في ترجمتها، وانه بقاله 5 سنوات بيتعامل معاها في مجال الترجمة. بالفعل اتفق معاها انها ترافقه في زيارته للصين للقيام بالترجمة بينه وبين العملاء. كان بيدفع لها مقابل جيد جدا واعلى من اللي كانت بتاخده من صديقه. كانت بترافقه في كل زياراته للصين لانه كان بيبلغها بمواعيد زياراته للصين، واللي كانت تقريبا زيارات بمواعيد ثابته. رجل الاعمال اعجب بالبنت جدا لدرجه انه فكر في الجواز منها. كان متردد في انه يصارحها بحبه ليها، خاصه انها صينيه وهو مصري، لكن مع مرور الايام صارحها بحبه ليها وطلب منها الجواز، فرفضت وقالت له انها مستحيل تسيب بلدها وتتجوز في دوله تانية، لكنه اغراها بالفلوس وانه هيحقق لها كل اللي بتحلم بيه. بعد الحاح كبير جدا من رجل الاعمال عليها، وافقت البنت الصينيه واشترطت عليه شراء فيلا خاصه بيها للزواج فيها وسياره احدث موديل. طبعا وافق على كل طلباتها ونزلت معاه مصر واتجوزها. مرت الايام وكانت السعاده عنوان لحياته معاها. كانت بتخلص له كل شغله في الصين وهو في القاهره دون الحاجه للسفر الى الصين. فتحت له شغل كتير في الصين، ساهم في تكبير الشركه الخاصه بيه. بدات العلاقه بين رجل الاعمال وزوجته الصينيه في التوتر. بدات تظهر بينهم الخلافات بسبب تدخلها الكتير في شغله، واللي كان بيرفضه رفض قاطع. قال لها تدخلك في الشغل مش هسمح بيه، وانت ليكي شغلك خارج مصر بس في التنسيق مع الشركات الصينيه. الخلافات كانت بتزيد بين رجل الاعمال ومراته الصينيه، وصلت لانه هددها بالطلاق اكتر من مره، لكنها كانت بترفض الطلاق منه لانها كانت رافضه الطلاق منه لانها كانت بتعرف اسرار وخبايا شغله لعند لما افتعلت مشكله معاه وقال لها هطلقك. قالت له لو راجل طلقني، وبالفعل طلقها. بعد ما طلقها رجل الاعمال وخدت مبلغ كبير منه نظير الطلاق، اختفت تماما بعيد عن انظار رجل الاعمال. فكر انها رجعت الصين واكتفت بالمبلغ اللي اخدته منه. مرت الايام والشهور واعمال رجل الاعمال في الشركه ومبيعاته بتتراجع تراجع كبير على غير المعتاد. بحث مع مجلس اداره الشركه ورؤوس الاقسام لعند لما اكتشف ان طليقته الصينيه حصلت على داتا كامله لعملاء الشركه، وبدات تجيب لهم شغل من الصين باسم شركه تانية. حاول رجل الاعمال الوصول ليها وفشل لعند لما لجأ لعميل قديم لشركته عرفه مكانها وراح على قسم الشرطه وعمل محضر طلب فيه بترحيلها من مصر. قصتنا حقيقيه من الواقع، حصلت بالفعل سنه 2009 بمحافظه القليوبيه. وبكده خلصت قصتنا النهارده. دمتم بخير.